احلى صينيه كنافه باكلها من ايد ماما. رغم انها بسيطه وسهله قوي، بس بجد هي بتعملها بتكنيك بيخليها تطلع خطيره. ما باكلش زيها في حته تانية. فتعالوا اقول لكم ماما بتعمل الكنافه ازاي. اول حاجه عندي واهم حاجه ان الكنافه لازم تكون طريه. انا عندي هنا نص كيلو من الكنافه، دي كانت طازه، ما بتبقاش طالعه من الفريزر ولا اي حاجه، لا بتبقى لسه جايه. بدات بقى ان انا احط عليها كوبايه من السمنه الدايبه، نص كوبايه من السكر البودره، وافركهم مع بعض كويس لحد ما الكنافه تبقى طريه وزي الرمل المندي كده. بعد كده بقى بجيب صينيه مدهونه سمنه بلدي وابدا افرد فيها الكنافه واسويها بالشكل ده، بحيث ان يبقى انا عندي طبقه من الكنافه ما تبقاش سميكه وبرده ما تبقاش رفيعه قوي. بدات ان انا افرد الكنافه كده، واهم خطوه بقى ان انا اجيب اي حاجه او ممكن بكف ايدك كده وابدا ان انا اضغط على الكنافه دي كويس عشان تبدا تمسك نفسها، ولما اسويها تبقى قرص واحد. مهم جدا ان احنا نضغط الكنافه كويس علشان ما تبقاش مفروله. هاجي بقى للحشو، ممكن تحطوا اي حاجه انتوا عايزينها، بس احنا متعودين كنا بنحط فيها زبيب وجوز هند وكمان مكسرات وشويه كده من السكر، والسكر ما بيبقاش سكر بودره، بيبقى سكر من اللي هو الخشن ده. وبدات احط الطبقه التانية من الكنافه، وعلى الوش كده معلقتين 3 من السمنه البلدي. بعد كده بتدخل فرن سخن لمدة ساعة الا ربع، تستوي على مهلها خالص. ودي اهم حاجة فيها، انها تستوي تسوية مظبوطة على نار هادية على راحتها، ما تستعجليش في التسوية لحد ما تاخد لون ذهبي خطير كده من بره ومن جوه. والسكر اللي في النص ده كمان بيديها لون حلو قوي للكنافة، من جوه بيبقى لونها حلو ما بتبقاش نية. جربوا الكنافة بطريقة ماما، ما تنسوش تدعوا لها ربنا يديها الصحة. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا سيف للفيديو ده.